مساء الخير عليكم في سهرة رمضانية بكرة ما بين النادي الأهلي والنادي الزمالك فاجئنا بيها اتحاد الكورة. خلينا نقول مباراة بكرة دي هتبقى كل الضغوط كلها في كافة النادي الأهلي عكس المباريات اللي كانت قبل كده. وخليني أقول لك على بعض الجزئيات البسيطة اللي النادي الأهلي لو قدر إن هو يشتغل عليها بإذن الله هتكون الكفة الراجحة والكفة الكسبانة للنادي الأهلي. خليني اقول لك ان نقطة مهمة جدا وهي التشكيل اللي كان يعني بنسبة كبيرة قوي ساهم بالشكل اللي احنا شفنا فيه النادي الاهلي واداء النادي الاهلي في المباراة اللي جمعت الاهلي والزمالك اخر مرة. خليني اقول لك مهم جدا ان انت تبدأ باتنين قلب دفاع يكون كورتهم كويسة، وانا بشوف ان اقرب اتنين هو اشرف داري لو جاهز ومصطفى العش. نلعب ناحية اليمين هيبقى اختيار مناسب جدا للمباراة محمد هاني، كريم الدبيس، ويا رب ياخد كريم الدبيس عشان محتاجين نشوف الراجل ده في الملعب بصراحة في مباراة قمة. ثلاثي وسط الملعب إمام عاشور، مروان عطية، أحمد رضا. الثلاثي الأمامي ومهم جدا، يعني مش محتاجين الزحمة اللي كان عاملها كولر في آخر تقريبا مباراتين. برضو الراجل يعني الملعب مش هيستحمل بكرة إن جرادي شار وأسامة أبو علي، فمحتاجين نشوف بكرة وأسامة أبو علي وحسين الشحات يمين وأشرف بن شرقي يبدأ المباراة. عشان اللي أنا هقول لك عليه دلوقتي النادي الاهلي لو قدر يركز على الكام نقطه اللي احنا هنقولها دي فبشكل كبير جدا ان الدنيا هتؤول لصالح النادي الاهلي. محتاجين جدا نركز على اول ربع ساعه دي، ان انت ما تديش مساحه للاعبي نادي الزمالك ان هي تخش في الجيم وتركب المباراه وتكتسب الثقه، على اعتبار ان انت يعني الفروق الفنيه والفروق الجماعيه كلها بتصب في صالح النادي الاهلي، استقرار فني استقرار اداري، كل ده بتقول ان الدنيا في النادي الاهلي هو الاقرب والمرشح للفوز. ناهيك عن ان المباراه دي انا في نظري ان هي هتحدد بطل الدوري. ما تركبش الله لا يقدر فرق تانية على النادي الاهلي. مهم جدا الضغط في اول ربع ساعه، مهم جدا ان انت تستغل وجود اشرف بن شرقي والحاله اللي بيعيشها ومحتاج يثبت نفسه اكيد بالنسبه لجمهور النادي الاهلي، ولكن كلنا عارفين مش محتاجين نتكلم على امكانيات اشرف بن شرقي. مهم جدا امام عاشور وتقريبا هو اللي بيتحكم في رتم واداء النادي الاهلي. مهم جدا حسين الشحات، ونتمنى يتخلص من البيس باس الكتير والاطاله بالكره اللي ملهاش اي 30 لازمه واللي قلنا عليها مرارا وتكرارا. مهم جدا نشوف وسام ابو علي في مواجهه ما بين محمد عواد كتير، والكلام ده طبعا موجه لامام عاشور ان هو اللي هيوصل اللعيبه دي كلها، سواء بنتكلم على حسين الشحات بنتكلم على اشرف بن شرقي والادوار اللي بيعملها والسويتشات اللي بيعملها اشرف بن شرقي وحريه الحركه اللي سايبها له مستر كولر. فنتمنى ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الدنيا تبقى زي ما بنقول بكره، ده اللي بنحكي فيه لو الاهلي قدر يعمل ده ان شاء الله الماتش للنادي الاهلي.